يلا نتكلم في فكرة بسيطة في الأكل بس بتفرق قوي في طاقتنا كل يوم. كتير مننا بيحس بالخمول ده. هنعرف ليه بيحصل، والأهم إزاي ممكن نتجنبه. لما ناكل كربوهيدرات لوحدها زي العيش مثلا، الجسم بيهضمها بسرعة الصاروخ. السرعة دي بترفع سكر الدم في الجسم مرة واحدة وبشكل كبير قوي. وزي ما طلع بسرعة بينزل بسرعة. بعد الارتفاع العالي ده بيحصل هبوط مفاجئ. الدورة دي بتاعة الطاقة اللي بتعلى وتهبط فجأة هي اللي بتسبب إحساس التعب والخمول. الحل بسيط جدا، مش نمنع الكربوهيدرات، لا، بس ما ناكلهاش لوحدها. وهنا بيجي دور فكرة تغليف السكر. تعالوا نشوف إيه حكايتها دي. الفكرة إننا نضيف للكربوهيدرات دي دهون أو بروتين أو ألياف. ده بيخلي الهضم ياخد وقته. ولما الهضم يبطأ السكر بيدخل الدم بالراحة، فمفيش لا طلوع مفاجئ ولا هبوط مفاجئ. طيب تعالوا نشوف أمثلة من أكلنا العادي عشان الموضوع يوضح أكتر. يعني مثلا بدل ما ناكل بطيخ لوحده ممكن ناكل معاه حتة جبنة. أو العيش بدل ما يتاكل حاف ممكن معاه حتة زبدة صغيرة. والرز نفس الفكرة، لو ضفنا عليه بيضة مسلوقة مثلا تأثيره بيختلف تماما. يعني هي معادلة بسيطة قوي، كارب ومعاه حاجة تانية. الفكرة كلها في الإضافة مش الحذف. بس طبعا لازم ناخد بالنا دي مجرد أمثلة، وجودة الأكل نفسه لسه هي الأهم. الهدف مش حرمان، الهدف إننا نعمل وجبات متوازنة وذكية أكتر عشان صحتنا. عادة بسيطة زي دي ممكن تفرق جدا في إحساسنا بالنشاط والطاقة طول اليوم. وده يخلينا نفكر إيه أبسط حاجة ممكن نبدأ بيها عشان نغلف السكر في أكلنا.